السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس عايز أوضح حاجة مهمة جدا مع الجو الحر دلوقتي، مع العيال كتير سخنة، مع في إسهال، مع في ترجيع، نزلات كتير جدا. يا جماعة الجفاف مش مرتبط بالإسهال والترجيع بس. يعني ممكن الطفل لو عرق زيادة عن اللازم أو الطفل سخونية منتظمة شوية وما تعوضش بسوائل يدخل بالفعل في جفاف. عشان كده دايما أهم نصيحة لينا مع السخونيه ومع حتى العرق ومع الجو ده شرب السوائل بانتظام. الطفل الكبير يشرب سوائل كتير قوي، سواء عصاير او سوائل بانتظام او ميه على قد ما نقدر. الطفل الصغير من بعد الشهر الرابع مع الاكل بيشرب ميه عادي، طبعا ميه معدنيه، بلاش ميه حنفيات خالص. او لو الطفل اقل من 4 شهور يبقى الرضاعه بانتظام. لو الام حست ان رضاعتها قلت يبقى لازم نزود سوائل عند الام، وحتى لو اضطررنا ان احنا نزود رضع او 2 صناعي على حسب تعليمات الطبيب بتاع حضرتك. دي مهمه جدا يا جماعه. طب لو الطفل في لحظه وانا براقب البامبرز بتاعه لقيت البول قليل او الطفل الكبير البول قل عنده، يبقى لازم ادخل بجرعه محلول جفاف فورا، سواء كانت كيس محلول جفاف ORS او لو هيدرات او اي نوع من الانواع اللي موجوده، كيس على 200 سم ميه اللي هو كوبايه الشاي الصغيره، وناخد منها 5 سم كل ربع لنص ساعه. او الجاهز بقى بتاعنا البيديا لايت، السولتي لايت، السودرينك، كل دي حاجات محترمه جدا. ممكن اخد العبوه دي على مدار اليوم 5 سم كل ربع ساعه او نص ساعه لمده يوم او يومين. يبقى اذا لو الطفل عندي البول قل او حسيت انه هبطان او عرقان كتير جدا ادخل بسرعه بجرعه محلول جفاف، وطبعا لازم استشاره الطبيب. مش هوصل لان الطفل يحصل له املاح زي ما قلت لحضراتكم قبل كده. كتير قوي من العيال الفتره الاخيره جولنا باملاح كتيره قوي في البول لدرجه الحصوات، ويمكن نشرت كذا حلقه قبل كده عن الموضوع ده. عشان كده يا جماعه باكد على شرب الميه، باكد على محلول الجفاف عند اللزوم لو احتاجته، بس طبعا باستشاره الطبيب بتاعنا، وربنا يحفظ اولادنا من كل شر.